وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا من تونس المحامي والباحث القانوني السيد محمد آدم المقراني. أهلا وسهلا بك سيد المقراني. نريد أن نعرف منك ما الذي يقرره الدستور الفرنسي في هذه الوضعية، استقالة الحكومة، الرئيس قابلها، لكن لحد الآن لم يتم تسمية رئيس وزراء جديد. شكرا سيدي. إذن بعد التحية يجب الإشارة إلى أن الدستور الحالي دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا الصادر في سنة 1958 هو دستور صامت في علاقة بمسألة أو مفهوم تصريف الأعمال، إلا أن فرنسا في دستور الجمهورية الرابعة دستور سنة 1946 في فصله 52 تعرض لهذه المسألة. وبعد إذن سنة 1952 مجلس الدولة في فرنسا باعتباره أعلى هيكل على مستوى القضاء الإداري عرف مسألة حكومة تصريف الأعمال الحكومة المستقلة. إذن حاليا حكومة السيد جابرييل أتال ليس لها أن تأخذ أو أن تلتزم في حق الجمهورية الفرنسية، أي أن تقوم بالتزامات جديدة، لكن تصرف الأعمال فيما هو موجود حاليا. كذلك تتصرف في حالات المستعجلة، تتصرف الحالات أو المسائل ذات الأهمية البالغة، خاصة الألعاب الأولمبية والألعاب البارالأولمبية. كذلك ليس لحكومة جابرييل أتال أن تقدم مقترحات أو مشاريع قوانين جديدة. كذلك ليس لها أن تقوم بإصدار أوامر أو مراسيم جديدة. هنالك مشاريع سيتم إيقاف النظر فيها، نتحدث خاصة على القانون أو مقترح القانون المتعلق بالموت الرحيم أو إنهاء الحياة في ترجمة حرفية عن اللغة الفرنسية. وبالتالي كذلك ليس لها كذلك أن تقوم بالتزامات مالية جديدة في حق الجمهورية الفرنسية، بالتالي هي تصريف لما هو موجود. يعني سلطات حكومة تصريف الأعمال قانونيا لديها سلطات محدودة جدا. نعم، لديها سلطات محدودة جدا، وتم التعرف عليها حرفيا في قرار مجلس الدولة الفرنسي كما صدر سنة 1952. محدودة، الهدف منها الحفاظ على استمرارية الدولة في فرنسا، الحفاظ على استمرارية المرفق الإداري، مواجهة الحالات المستعجلة، مواجهة المسائل الهامة مثل الألعاب الأولمبية، لكن ليس لها أن تقوم بأي التزامات جديدة. وسيد محمد آدم المقراني، ما الذي ينص عليه القانون فيما يتعلق بتسمية رئيس وزراء جديد؟ لأنه لحد الآن بعد أسابيع من نتائج الانتخابات لم نسمع لحد الآن التشكيلات السياسية لم تتفق على اسم معين. الدستور الفرنسي في نظامه السياسي هو لا يفرض على رئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أولا من قبل الأغلبية الفائزة في الانتخابات التشريعية، لكن جرت العادة وجرى العرف الدستوري في فرنسا منذ 1958 على تشاور رئيس الجمهورية مع زعيم الائتلاف البرلماني أو الحزب البرلماني الفائز بين الانتخابات التشريعية. عندما نجد اختلافا بين اللون السياسي لرئيس الجمهورية واللون السياسي الأغلبية على مستوى البرلمان، وهو لسان الحال اليوم، وهو ما يعرف كذلك بعملية التعايش الكوابيتاسيون على مستوى رئاسة الجمهورية والبرلمان الفرنسي. إذن إيمانويل ماكرون اليوم ليس له أن يعين رئيس حكومة أو وزيرا أولا من لونه السياسي، أي من ائتلاف انصامبل الجميع، لأن ليست له الأغلبية. بالتالي كي يمرر سياسات إيمانويل ماكرون هو مجبر بحكم الواقع وليس بحكم الدستور، هو مجبر على التشاور مع الائتلاف البرلماني الذي سيحوز والقانون الفرنسي لا ينص على مهلة معينة لاختيار رئيس الوزراء. لا ينص على مهنة معينة لاختيار رئيس الوزراء. وحتى في الأنظمة البرلمانية بصفة عامة شاهدنا حالات أين مثلا في إسبانيا أو في ألمانيا تجاوزت المدة 3 أشهر، لكن القانون الفرنسي أو الدستور الفرنسي لا ينص على مهلة. لذلك الرئيس الفرنسي طلب من جابرييل أتال الأسبوع الماضي التمهل في انتظار بداية تشكل ملامح على مستوى الجمعية الوطنية، خاصة بمناسبة انتخاب رئيس الجمعية الوطنية أي البرلمان الفرنسي في بحر هذا الأسبوع. أشكرك سيد محمد آدم المقراني المحامي والباحث القانوني، كنت معنا من تونس. إلى ملف بارز